إيه، اهلا بسيادتك ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده. ليه لما الزبون بيطلب منك حلاقة معينة بتعمل له حلاقة تانية خالص؟ عشان ما بحبش حد يتدخل في شغلي. ليه الحلاقين دايما بيحطوا التلفزيون فوق؟ عشان الزبون طول ما هو عندي يفضل رافع راسه. هل مهنة الحلاقة موهبة ولا دراسة؟ والله هو انا من صغري دايما وانا حابب الحلاقه، يعني مثلا من والدي كان حلاق وجدي كان حلاق، فانا تقدر تقول عليا كده يعني معجون حلاقه. ايه هي أكلتك المفضلة؟ الوز. فيلمك المفضل؟ هيركوت 36. فنانك المفضل؟ توفيق الدق. هو ليه أجازة الحلاقين يوم الاثنين؟ والله حضرتك احنا بنتفائل دايما برقم اتنين، يعني مثلا يوم الاثنين عموما برضه اللي هو مثلا شعر ودق اتنين، فتله وماسك اتنين، بلسم وشامبو اتنين كده، يعني بنحب رقم اتنين يعني ويوم الاثنين عموما. أكتر زبون بيريحك؟ راجل اصلع، يعني مثلا بقول لك احنا بتوع الحاجه يقول لك ايه الصلع خير. ايه اللي بيميز حلاق من غيره؟ الصدق، يعني مثلا كلنا مثلا بنكتب احدث الصيدله العالميه واحنا كلنا نفسنا نعملها اصلا. شخصية عامة نفسك تحلق لها؟ الباشمهندس نجيب ساويرس. هتحلق له ازاي؟ بزيرو 12. هل الحلاق في حد بيحلق له ولا بيحلق لنفسه؟ والله هو انا بحلق لنفسي، ازاي؟ يعني مثلا ما بحلقش فبكون كده حلقت، بس ما حدش حلق وما حدش حلقت لحد، بس معادلة صعبة. طيب وجه رسالة للمتابعين. لا انا ببعتها لهم على الواتساب. نشكر المتحدث الرسمي باسم الحلاقين. شكرا لحضرتك. شكرا، انا كنت مبسوط جدا مع حضرتك النهارده والله.